نريد ننتقل لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة حضن، هذا لفظ أنا أسميه، يقول ابن القيم: من دخل المدينة وجد الراحة والبركة. والنصوص الشرعية في فضل المدينة كثيرة، منها سننطلق، لكن استشعروا معي البركة التي في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. اسألوا أنفسكم سؤال: يعقل من 1000 وأكثر من 437 سنة والأمة تشعر بهذه البركة؟ والبركة نشعر بها في الشريعة، في السنة. واعلموا أن فيكم إيش؟ رسول الله. هو فينا الآن، نعم، مات عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه، لكنه فينا بهديه بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. الراحة التي يشعر بها المسلم حينما يدخل المدينة أنا لا أستغرب ذلك. تخيلوا أرض نزل فيها جبريل، كم مرة تتوقعون نزل جبريل في المدينة؟ كم مرة نزل أمين السماء على أمين الأرض في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصف القرآن اللي نقرأه ونتلوه ونحفظه يا جماعة نزل في المدينة. المدينة لها خصوصيتها، أغلب بدايات التشريع كانت في المدينة. أول جمعة وين كانت؟ كانت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول مسجد بني بعد الكعبة طبعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تتحدث عن المدينة أنت تتحدث عن رسول الله. أول جهاد في سبيل الله أين كان؟ في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تستشعر المدينة وتنطلق وتتحدث عن صاحبها عليه الصلاة والسلام وساكنها إلى اليوم، يجب أن تستشعر أن في المدينة مواقع في الجنة. مثل إيش؟ الروضة، ما بين بيتي ومنبري إيش؟ روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء هل الموقع هذا، الأمتار هذه الموجودة، الروضة هي بشكلها ومساحتها في الجنة، هذا قول معتبر، أو أن من صلى في هذا المكان كأنما صلى في الجنة، هذا قول آخر. ومن العلماء من يقول بأن نفس البقعة هذه الروضة ستراها في الجنة. من جميل المواقف، التقيت برجل في المدينة قبل سنوات وسلم علي وأنا في روضة النبي عليه الصلاة والسلام قبل سنوات.